بيبدأ فيلمنا بتجهيزات جواز روبانزل من يوجين، وبنشوف المملكة كلها وهما بيجهزوا للخبر السعيد ده. كل واحد بيحتفل بطريقته، زي الطفل اللي بيبيع شموع عليها صورتهم، وكمان الناس اللي واقفة بتعزف، وكمان بيعلقوا لهم صورة كبيرة وسط المدينة. وبعدها بنشوف قاعة الفرح اللي بتبقى مليانة ناس، وبنشوف بعدها المجرمين اللي كانوا موجودين في الجزء الأول بيحتفلوا بيهم هما كمان وبيعزفوا لهم، والحرباية باسكال كمان بيحتفل وهو حزين وبيرمي الورود في كل اتجاه. وبنشوف بعدها الحصان الملكي ماكس وهو اللي شايل الخواتم. وأول ما روبانزل بتظهر بيبدأوا عزف من تاني، وأول ما يوجين بيشوفها بينبهر بيها وبجمالها وبيكون مبسوط بيها جدا. وبعدها بنشوف وردة بتدخل مناخير الحصان بالغلط، وساعتها بيعطس والخواتم بتقع منه، وبتفضل الخواتم تتحرك لحد ما بتطلع بره القاعة. بيجوا بعدها وبيطلبوا من ماكس الخواتم. بنشوف بعدها ماكس وهو متنح، وبتيجي الملكة وبتزعقله، ومن كتر التوتر اللي موجود في القاعة بيجي واحد من الحراس وبيقول ان هيحصل معركة كبيرة. وبنشوف بعدها القاعة وهي بتولع، وفي الاخر بيطلع كل ده تخيلات ماكس، فبيحاول يسحب نفسه بهدوء ويطلع بره القاعة. وبيقرر هو وباسكال ان هما هيدوروا على الخواتم. وبعدها بنشوف ان كل واحد من الخواتم راح في اتجاه، فبيقرروا ان هما ينفصلوا كل واحد يروح يدور على الخاتم. وبعدها بنشوف باسكال وهو بيحاول يخوف الناس، ولما بيحاول يهرب منهم بيخبط في التمثال ومش بيعرف بعدها ان هو يتحرك. وبنروح لماكس وهو بيدور على الخاتم، فبيخبط بعدها في عربية فيها ملابس حريمي، والهدوم بعدها بتيجي عليه، فبيجي بعدها حصان تاني بيستظرف عليه وبيعاكسه، بس ماكس بيزقه وبيضربه. وبنروح لباسكال وهو بيحاول يشد لسانه من التمثال التلج، بس بعدها بيقع على الراجل، فالراجل بيتخبط في العربية وده خلى التمثال التلج يطير. وبيقع بعدها على ماكس بعد ما اخيرا مسك الخاتم، فبيجري بسرعة ماكس وبيركب العربية علشان يلحق الخاتم. بيجي باسكال بعدها وبيشوف الخاتم اللي هو بيجري وراه مسك في مصباح من المصابيح، ولما بيحاول ياخد الخاتم مش بيعرف لان المصباح بيبقى في وسط المصابيح الكتير. وبنشوف بعدها ماكس وهو اخيرا بيحاول يمسك الخاتم، وبعد ما اخيرا مسكه بيخبط في كل الطاسات اللي موجودين. وبعدها بنشوف الناس اللي مسؤولين عن حركة المصابيح اللي أول ما بيسمعوا صوت الطاسات بيفكروها إشارة علشان يحركوا المصابيح. وأخيرا باسكال بيعرف يوصل للخاتم، وأول ما بيمسكه بيجي عليه مجموعة من الطيور. وبنشوف بعدها ماكس اللي بيتخبط في منحدر وبيطير من على العربية، وبسبب كده طبعا الخواتم بتقع منهم وبتخبط في حاجات كتير، لحد ما في الآخر بيمسك في رجل حمامة. وبسبب خبطة الخاتم بنشوف ان الجنزير بيسيب وكل البراميل بتتكسر، وبيطلع منهم السائل الأحمر اللي بيملى المدينة وبيجري ورا باسكال وماكس كمان، وبيعرفوا هما الاتنين يتخلصوا من السائل لأن هما بيمسكوا في حبل، وبيترفعوا هما الاتنين لحد ما بيوصلوا للسما. لما بيحاول باسكال ان هو يمسك الخاتم مش بيعرف، بس في الآخر بيستخدم لسانه وبينجح في النهاية ان هو ياخد الخاتم، وبيقعوا في النهاية على المحل. وبعدها بيوصلوا للقاعة وشكلهم بيكون فظيع، وهناك كلهم بيكونوا خايفين منهم وقرفانين كمان. بس اخيرا يوجين بياخد الخواتم وبيلبسها هو وروبانزل، وبعدها بنشوف القاعة كلها وهي بتحتفل بيهم. وبعدها بيطمن باسكال وماكس ان الفرح تم على خير في النهاية. ولما بيحاول ماكس ان هو يستريح بيسند على التورتاية، وبعدها بتطلع هي كمان بره القاعة. وبعدها بيجي يوجين وبيطلب التورتة، فبيبرق ماكس جامد. وبكده يكون خلص الجزء التاني من روبانزل.